يا جماعة خلصت موعدي، ما في 10 دقايق، كتير خلصت بسرعة. بس شوفوا تمي صار لونه بنفسجي. جابت هيك قالب فيه مادة بنفسجية وحطته على كل اسناني وخلتني اعض عليه. كل شيء انصبغ بنفسجي، كل شيء كله بنفسجي. المهم هذا القالب كني بياخذوا منه المقاسات، فهي مرة تاني مرة بتاخذ مقاسات، صار مرتين يعني جيت خدوا لي المقاسات على مرتين، ما بعرف ليش، قال لانه في شيء اسمه فيرست امبريشن وسكند امبريشن، والموعد اللي بعده ان شاء الله راح يصير السن ونخلص بقى من هالقصة يعني. هلا هدول كيف تشيلهم؟ بنشالوا عجب؟ يا كثير صعب شكله لازم. لازقين. لا بنشالوا. عندي شغلات بنفسجية. شوفي تمي بنفسجي ميلا، شفتي؟ ما مبين بنفسجي على فكرة. مبين بنفسجي. نشفان. ايه هو نشفان، وانا اصلا من التوتر هالفترة مو بيرلا كانت مرضانة كل وقت بعمل هيك تمي عم بقشره. المهم قررنا نروح هلا لوين؟ على جرمانيا. المانيا وجرمانيا. والله كل مرة بالصدفة وانا عم بصور بيطلع الحدود. هاي الحدود يا جماعة، وانا بكون عن جد ما بعرف ايمت رح تجي الحدود لاصور لكم اياها، بس كل مرة بتصدف انه انا بفتح الموبايل مر من الحدود. هلا شو بنقطع النت عندك؟ لا ما بنقطع، بين ما تقلب الشبكة يعني بين ما فسقت انت نتك اللي بينقطع. انا عندي نت دولي بيفتح بكل الدول. ما بتعرفي انه عصام طلع مرته بباب الحاره لانه قالت له فشرت مو فسقت اخاف بدك قالت له فشرت قام طول باب الحاره 10 مواسم. ولا فشرت. لازم تخافي، انا جاي من باب الحاره، انا عندي اخلاق باب الحاره. ما صرت تحكي عن النت تبعي، النت تبعك بيقطع. شوفها ما قطع مثل الليره يعني شخطه واحده. لا بس هو اول ما بندخل الحدود بالشبكه تبعي الهولنديه لازم تشبك على شبكه المانيه لتشتغل يعني، فبتطول لها 5 دقائق يعني هيك شيء. بس النت تبعي بيشتغل بكل اوروبا، هاي احلى شيء. لكن ليش وقت سافرنا اسبانيا قلت لكم والله كثير ميزه حلوه يعني، ما بتحسوا حالكم طلعتوا من بلدكم، ما في فرق خلص. ايه فاكيد انتم بتتسالوا وقت تروحوا المانيا شو عم بنزل لكم بدون نت، لانه سيمتي الهولنديه بتشتغل بكل اوروبا وكل اظن كل الخطوط الاوروبيه بتشتغل باوروبا. هاي كل دول اوروبا هيك. ايه مو بس انا يعني، بس انا بشوف حالي على حسام. انا خطي بضل شغال كمان. يلا طيب اشوف حالي على حسام. شوف حالي عليك، انا بس سيمتي بتشتغل بكل مكان. وزمان يقبرني سيمتك. سيمتك تليفونك مقلدني بكل شيء، ما في شيء اشوف حالي فيه، كل شيء مثل بعض، كل شيء. ماشي يلا هون بدي اسوق بسرعه لك جكاره فيكي، ما انه هون السرعه مفتوحه بالمانيا. اللي عم تقول شو؟ السرعه مفتوحه هون؟ السرعه مفتوحه بالمانيا لك. هون نجي نحن الشباب طالع قدرات سيارتنا يعني شو هيك؟ معي اطفال ومرتي ما عم اقدر. شلون هيك 130 بس خطوتين بين الشارعين، بين الشارع هولندا والمانيا، وهنيك قديش؟ 100 هون مفتوحه قد ما بتكون. هون بمشي 200. ليش هيك المانيا متخلفه؟ ليش؟ المانيا متخلفه؟ ايه؟ هولندا المتخلفه. هولندا حدا بيعمل لي سرعه الشارع 100 شارع رئيسي. معلش ما يصير حوادث. لا بصير حوادث بالبطء، السرعه ما بتعمل حوادث. المانيا من اقل الدول بيصير فيها حوادث على الطريق السريع. والله؟ لانه نظام السرعه المفتوحه كثير حلو. خلص اللي ما بده يسرع بيروح على اليمين، وكل شيء بده يسرع واقف باليسار وشيء. بس كمان السرعه المحدده ما بيعمل حوادث لانه ما حدا بيسرع اصلا يعني. لا صح ولا لا؟ السرعه الخفيفه بتعمل عرقلة سير. انا اذا طلع لي قدامي واحد بطيء وجنبه بطيء وهيك خلص بصير السير كله بطيء معقد. ما بعرف، انا ما بحب السرعه، لذلك انا مع هولندا بقصه انه يبطئوا السرعه قدر الامكان. لسه يبطئوها اكثر، طولي بالك. اكثر من 100 بالمدن بدل 50 بده يسووها 30. لا 30 على بيضي. الحارات الفرعيه من 30 ل 15. عن جد عم تحكي؟ والله لا خلينا نهرب، زيك ما عاد بنوصل على مشاويرنا ابدا يعني. خلص اعطينا عمر. هلا هو على سنلفخ على الطرق السريعه 100 ماكسيموم، ما في ايه بس بعد الساعه 7 المساء لل6 الصبح 120 130. ياي عم قول ليش ما بنوصل بسرعه على مشاويرنا.
100 بطيئة، كثير سرعة بطيئة كثير بطيئة ال 100 يعني. بس معلش احسن. الشارع مجهز يعني مرتب، بيمشيكم 200 برياح الشوارع بهولندا.